في يوم من أيام التاريخ اللي محفور في ذاكرة الأمة الإسلامية، كان في أرض قاحلة اسمها كربلاء. المكان ده شهد واحدة من أعظم وأشد اللحظات دراما في التاريخ. لحظة كان فيها كل شيء على المحك: الحق، الظلم، والدم اللي سال على رمالها عشان يكتب قصة الحسين ابن علي. بعد ما وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة 60 هجريا، تولى ابنه يزيد الحكم عشان يبقى تاني خليفة من بني أمية. يزيد كان شخصية مثيرة للجدل. البعض كان شايفه قائد سياسي قوي حاول يحافظ على وحدة الدولة الإسلامية، لكن البعض الآخر كان شايف إنه بعيد عن الالتزام الديني اللي بيليق بخليفة المسلمين. يزيد كان معروف بحبه للطرف والانغماس في الملذات. كتير من المؤرخين بينتقدوه إنه حول الخلافة إلى ملكية وراثية، وده أثار غضب كتير من الصحابة والتابعين اللي شافوا إن الحكم لازم يكون شورى. الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمثل صوت المعارضة النقية. لما يزيد طلب من الحسين مبايعته، الحسين رفض بشكل قاطع، لأنه كان شايف إن يزيد مش بيحقق العدالة المطلوبة للحكم، وإنه بيمثل نموذج للحاكم اللي بيعتمد على القوة أكتر من الأخلاق. وساعتها الحسين قال كلمته المشهورة: مثلي لا يبايع مثله. يعني ببساطة التضاد بين القيم اللي بيؤمن بيها الحسين والقيم اللي بيحكم بيها يزيد كان واضح جدا. في الكوفة اللي كانت واحدة من أهم المدن الإسلامية وقتها، الناس كانوا بيعيشوا حالة من الإحباط من حكم بني أمية. بدأوا يبعتوا للحسين رسائل بيطلبوا منه يجي يقود ثورتهم ضد يزيد. الرسائل كانت مليانة وعود بالدعم والولاء، والحسين رغم علمه بالمخاطر قرر يرد على طلبهم. خرج الحسين مع أهل بيته وأنصاره في رحلة مليانة صعوبات. كان معاه حوالي 70 شخص بين رجال ونساء وأطفال. الطريق كان صعب، ولكن في النهاية الحسين اكتشف إن الوعود دي ما كانتش إلا كلمات فارغة. أهل الكوفة تراجعوا بسبب تهديدات عبيد الله بن زياد، واللي يزيد عينه والي على العراق. عبيد الله بن زياد كان واحد من القادة المعروفين بقسوتهم. لما سمع إن الحسين في الطريق، حاصر جيش الحسين وأجبره إنه يقف عند كربلاء. في اللحظة دي لازم نبقى احنا فاهمين إن يزيد ما كانش شايف نفسه طاغية. أنصاره كانوا بيقولوا إنه كان بيدافع عن وحدة الدولة الإسلامية ضد أي انشقاق ممكن يهدد استقرارها. من وجهة نظر يزيد، خروج الحسين كان تمرد ممكن يفتح الباب لحروب أهلية زي اللي حصلت بعد مقتل عثمان بن عفان. عشان كده يزيد أصدر أمره بإنهاء التمرد بأي طريقة. المشهد وصل لذروته يوم عاشوراء 10 محرم سنة 61 هجريا. جيش الحسين كان صغير جدا جدا مقارنة بجيش يزيد اللي عدده تجاوز الآلاف. رغم كده الحسين وأصحابه كانوا ثابتين. المعركة استمرت ساعات طويلة، وكانت واحدة من أكتر اللحظات مأساوية في التاريخ. أطفال الحسين وأهل بيته كانوا بيعانوا من العطش، لكن ده ما كسرش عزيمتهم. كل واحد من أنصار الحسين قاتل بشجاعة لحد ما استشهد. في النهاية الحسين فضل لوحده على أرض المعركة وواجه مصيره بشجاعة. لما وقع الحسين على الأرض بعد ما ضربوه بالسهام والسيوف، انتهت المعركة، لكن بدأت أسطورة جديدة. الحسين استشهد، لكن دمه فضل رمز للتضحية في سبيل الحق. اسم كربلاء بقى مرتبط بالمأساة دي لأنها مش مجرد مكان، لكنها أصبحت رمز للوقوف ضد الظلم مهما كان الثمن. أهل البيت اللي كانوا مع الحسين اتاخدوا أسرى وتعرضوا للإهانة، لكن صوت الحسين فضل عايش، ومأساته ألهمت أجيال كتير بعده. يا ترى التضحية بالدم ممكن تغير مسار التاريخ فعلا؟ وهل كان الحسين لازم يختار طريق المقاومة، ولا كان ممكن ياخد طريق تاني؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.